كتير من الناس معتقدين إن الصومال موجودة على هامش التاريخ، والكلام ده مش صح. أحب أقولك إن الصومال هي بعد ربنا اللي حمت الحرمين الشريفيين من الصليبيين، وكان لها دور حاسم في الدفاع عن قبر الرسول والمسلمين. تعال أقولك الحكاية كلها. في فترة من الفترات كانت البرتغال عاوزة تضرب الأمة الإسلامية من خلال إصابة القلب الإسلامي مباشرة، وقرروا القيام بعملية في غاية الخطورة بتتمثل في غزو المدينة ونبش قبر النبي ونقله لشبونة عاصمتهم، ومساومة المسلمين بيه عن طريق استبداله بالقدس اللي نزعها منهم القائد صلاح الدين الأيوبي. وكانت العملية دي هتتم من خلال سواحل الصومال اللي هياخدوها قاعدة بحرية للإغارة على شبه جزيرة العرب. لكن سلطان مملكة العدل المشارك في تحالف إسلامي كبير للقبائل والممالك الإسلامية الإفريقية هو القائد الكبير إبراهيم أحمد الغازي، اللي انتصر على التحالف الصليبي البرتغالي مع أباطرة الحبشة الصليبيين، وقتل بإيده صاحب الحملة الصليبية المجرم البرتغالي كريستوفر دي جاما، صاحب فكرة نبش قبر النبي، وهو ابن السفاح البرتغالي فاسكو دي جاما. وتحولت الصومال إلى خط الدفاع الأول المسؤول عن تأمين قبر الرسول. والحقيقة إن للصومال وأريتريا وإثيوبيا تاريخ كبير في الدفاع عن الإسلام والمسلمين. وعايز أقول لك حاجة قبل ما أقفل. حصلت قبل كده محاولة من قبل البرتغاليين في سرقة جسد النبي، واللي كانت في أيام نور الدين محمود زنكي، وفشلت برضه، ودي اللي هنتكلم عنها في حلقة جاية إن شاء الله.